السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي channel. النهارده ان شاء الله هعمل لكم لوك سموكي سيمبل جدا وسهل وسريع. ان شاء الله هيعجبكم. وهو اللوك ده سبيشالي للناس المبتدئه في الميك اب، اللي بتتوم الخطوات الكتير والفرش الكتير والالوان الكتير. ان شاء الله اللوك ده هيعجبكم، هيبقى سهل بالنسبه لكم جدا وتنفذوه. يلا بينا نبدا. اول حاجه استخدمت الفرشه الفلافي دي مع الثلاث الوان دول، دمجتهم مع بعض وحطيتهم فوق الكريس، دمجتهم كويس جدا. اللوك ده بيعتمد بشكل بحت على الدمج. طبعا قبل ما احط اللون ده حضرت جفن العين بكونسيلر وثبته بباودر. استخدمت البين برش مع اللون المدي على العسلي ده في الاوتر كورنر. حبيت اعمل تدرج في اللون، بس اللون ده كان باهت شويه، وبدات ادمج برضو بالفلافي براش اللي استخدمتها في الاول كل الالوان مع بعض. بعدين استخدمت اللونين دول دمجتهم مع بعض من باليت ريفوليوشن. الاسماء الالوان مكتوبه في الصوره. برضو حطيتها في الاوتر كورنر بالبين برش، وبدات ادمج شويه شويه علشان يبقى فيه تدرج في الالوان. لو لاحظتوا كل الالوان باهته، انا مش عايزه استخدم الوان قويه وانا بستخدم ترانزيشن كولرز. يعني الترانزيشن كولرز لازم تبقى الوان باهته. بعد كده بدات استخدم اللون الاسود. السموكي ده معتمد على اللون الاسود. وبدات احط حبه حبه، ما كترتش لون اسود مره واحده علشان خاطر ما يبقاش لون غامق كده بشكل فظيع اتحط مره واحده ما اعرفش ادمجه. لا، بدات احط شويه شويه وادمجه. حطيت بالبين براش، بعد كده دمجته بالفرشه الصغيره دي، وفضلت ادمج في الاطراف. بعد كده رجعت باللون الاسود مع نفس الفرشه، وبدات اغمق بقى في الالوان من الاوتر كورنر والانر كورنر وعلى الكريز شويه صغيرين بحيث يندمجوا كويس. بعد كده استخدمت 3 الوان الشامري دول على الجفن، ودمجت برضو الاطراف بنفس الفرشه. رجعت تاني للفرشه الفلافي الكبيره والالوان الاولانيه اللي استخدمتها، ودمجت بيها الاطراف علشان يفضل في تدرج في الالوان. ورجعت تاني الفرشه الصغيره مع اللون الاسود، وبدات اغمق في الاوتر كورنر والانر كورنر علشان خاطر يبان السموكي اكتر. وطبعا لازم تدمجه كويس. بعد كده بالفرشتين دول حطيت الايلاينر زي ما انتم شايفين كده. ممكن تقفوا لغايه هنا، لكن انا كملت. بدات احط الشادو بالبين براش، اللونين دول مع بعض اسود واورنج، في تحت رموش السفلية على طول، بحيث يدي تحديد اكتر للعين يبرزها اكتر. واستخدمت الفرشة دي مع اللونين دول، ودمجت برضو بيهم اللون اللي حطيته الاول بالبين براش عشان يبقى فيه تدرج في الالوان. حطيت الماسكارا في الرموش العلوية والرموش السفلية. انا كده كده احط رموش مش مشكلة. وبعدين حطيت هايلايتر ريفوليوشن بيكت هايلايتر بمدمع العين وتحت الحاجب بالفرشة السمادجينج دي. بعد كده حطيت الروج. انا حبيت الروج النود المدي على بينك اكتر من الروج الاحمر. يعني انا واحده طلبت مني الفيديو ده بالروج الاحمر، بس انا حبيت اللون ده اكتر. بس برضه حطيت روج احمر عشان اوريكم الشكل باللون ده وباللون ده، وتختاروا انتوا زي ما انتوا عايزين. بس كده، اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. ولو كان عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك، تكتبوا له رايكم في كومنت. سلام عليكم.